يا مساء الفل على حضراتكم، اهلا بيكم. النهارده انا معاكم علشان نتفرج مع بعض على البوكس اللي قدام حضراتكم ده. البوكس ده مكتوب عليه فنان من الرحاب. ده براند احنا عملناه علشان نسعد بيه طلبة فنون جميلة وطلبة تربية فنية وبالاخص الفنانين. كلنا كفنانين تشكيليين لما بنخرج نرسم بره بنبقى معانا شنطه فيها الوان ومعانا الستاند ومعانا شيل كتير وبنكون فعلا تعبانين جدا. علشان كده النهارده انا عملت لكم يلا بينا نشوف. عملت لكم الشنطه اللي قدام حضراتكم دي شنطه. حد هيقول لي دي شنطه سمسمايت، وحد تاني هيقول لي دي شنطه خشب، وحتى يقول لي الله دي شنطه شيك جدا، فينيشنج حلو وشكلها شيك. وكمان عايز اقول لكم ان الشنطه دي ممكن تكون باي لون. انا فضلت اللون الجوزي الفاتح او البندقي زي ما الناس بتقول. خلينا الاول اوصف لكم الشنطه. زي ما حضراتكم شايفين هنا احنا كاتبين بالليزر فنان من الرحاب. ده براند فنان من الرحاب. وما تنسوش تدخلوا على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك للفنان من الرحاب وهتشوفوا الفيديو ده. احنا اتفقنا مع بعض ان ده براند فنان من الرحاب. الشنطة دي طول ما عليها الليزر وبالفينش الحلو ده تبقى بتاعتنا. يلا بينا نتفرج على الشنطة. بنفتح الشنطة كده اهو. حتى يقول لي الشنطه دي مستورده. لا يا جماعه، الشنطه دي صناعه مصريه 100%. الشنطه اللي قدام حضراتكم دي احنا ولله الحمد اتفقنا مع العديد مع الدول العربيه، واتفقنا مع امريكا على اننا هنصدر الشنطه دي لفنانين في امريكا وفي معظم الدول العربيه، منها دبي والسعوديه والجزائر وتونس والعراق. انا مش عايز انسى بلاد، بس احنا فنانين كتير اتصلوا بينا. احنا فتحنا الشنطه لقينا قطعتين خشب جواه اللي هي القطعتين دول. القطعه دي بتتفك زي ما حضراتكم شايفين. دي اللي احنا بنقفل بيها اللوحه. بتركب ازاي؟ بتركب كده اهو. الجزء ده بيكون من بره هنا كده. بركب المسمار. يا جماعه عايز اقول لكم بمنتهى السهوله، يا ريت تمسكوا الساعه وتشوفوا، هتلاقي دقايق بسيطه جدا عقبال ما بقفل او بجمع الشنطه. بدخل المسمار وبركب الورده. موضوع زي ما حضراتكم شايفين موضوع سهل جدا جدا. اهو دي بطلعها وبنزلها زي ما انا عايز، وبعد كده بقفل المسمار علشان اقفل اللوحه. عايز اقول لكم ان الشنطه دي ده المقاس الصغير اللي هو مقاس 30 في 40 سم، وبيشيل لوحه مقاسها 50 سم وممكن اكتر. وبعد كده الجزء ده اللي احنا بنحط عليه اللوحه اهو. برضو هنا هتلاقوا خرمين كده قدام المسمارين. موضوع يا جماعه مدروس كويس جدا وموضوع سهل جدا اهو. اي حد طبعا هيركبها كبير صغير. وبعد كده بربط الورده من ورا. بعد ما بربط الورده بالشكل ده كده الستاند بتاعي اتقفل. بنحط هنا احنا اتفقنا هنا بنحط معداتنا والواننا وحاجتنا وفراشنا وكل حاجه والباليته بتاعتنا. وبعد كده بحط اللوحه بتتحرك كده. بربطها من الصاموله دي اهي. القيمه اللي بتريحني يعني في اهي كده اهي. القيمه بتريحني. في ناس بتحب الستاند واقف كده، في ناس تحب مايل كده. انا شخصيا بحب الستاند يكون مايل كده شويه. وبعد كده بجيب اللوحه اللي قدام حضراتكم دي مقاسها 50 في 70. احنا اتفقنا ان دي اللوحه الستاند الصغير اللي هو بياخد 50. بصوا انا سايب مساحه كبيره شويه عشان اللوحه لو اكتر من 50 ما بتعملش مشكله. وبعد كده بقفل دي اهي وبربطها من ورا. وبالشكل ده كده انا بقعد ارسم على اللوحه زي قدام مني. الموضوع مرتاح جدا وحلو ولطيف كده. دي بالنسبه للوحه او الشنطه ال 30 في 40 الصغيره. ايه رايكم نشوف مع بعض كمان الشنطه المقاس ال 40 في 50 الشنطه الكبيره.
الشنطة الكبيرة هي نفس شكل الشنطة الصغيرة ولكن حجمها أكبر. عايز أقول لكم إن هي وزنها خفيف جدا زي ما حضراتكم شايفين أهو. الموضوع سهل جدا. ده المقاس الشنطة الكبيرة، ده مقاس 40 سم في 50. العمق ده بيكون 10 سم عشان يسيح. برضو هتلاقوا هنا مكتوب ليزر بالفحر فنان من الرحاب. لما بنفتح الشنطة نفس الموضوع بالظبط، ولكن الحجم اكبر شويه علشان ياخد الوان اكتر وادوات الفن او ادوات الفنانين اكتر. انا حريص جدا ان انا يعني اوفر ملتزمات الفنانين، كل ملتزمات الفنانين، وان شاء الله قريب جدا انا هوفر لكم الوان زيت واكليريك باسعار رخيصه جدا. لان خلال الفترة اللي فاتت فعلا أنا لاحظت إن الموضوع بقى غالي بشكل غريب جدا، وفي نفس الوقت كمان بقى مش متوفر معظم الألوان. إن شاء الله الفترة اللي جاية هنوفر كل مستلزمات الفنانين. ومش هنسى أقول لكم طبعا أنا بركب دي نفس طريقة التركيب المرة اللي فاتت، مفيش خلاف خالص. هي قطعتين، قطعة بسند بيها اللوحة والقطعة التانية أنا بربط بيها، يعني قطعة بحطها على اللوحة وقطعة زي ما قلت لحضراتكم بقفل بيها اللوحة. برضه هنا في مسمارين أهو بركبها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. برضه بقفل بالوردة زي ما حضراتكم شايفين. الموضوع اسهل مما تتخيلوا. احنا قفلنا دي، احنا قلنا دي اللوحه اللي مقاس 40 في 50. اللوحه اللي قدام حضراتكم دي بتشيل لوحه مقاسها 70 سم. 70 سم، وزي ما برضو ما قلت لكم يعني ممكن انا بخلي اللوحه اكبر شويه مش بيجرى حاجه. ده شكل الشنطه الستاند اهو. الموضوع سهل جدا زي ما حضراتكم شايفين، لطيف وجميل. بعد كده دي انا بحركها زي ما انا عايز، وادي اللوحه اهي زي ما احنا قلنا دي مقاسها 70 في 50، هنحط ناحيه ال 70 سم اهي، وبرده زي ما حضراتكم شايفين اكتر شويه. وبالشكل ده كده اقدر ارسم. طب اللوحه نفترض 70 في متر بتسيع، الموضوع سهل جدا. 70 في اكتر، وبقدر احرك دي زي ما انا عايز، زي ما برتاح ارسم انا بقدر ارسم. بالشكل ده كده انا عرضت على حضراتكم الشنطه الستاند بتاعت فنان من الرحاب. وعايز اقول لكم ان فنان من الرحاب هي متوفره حاليا دلوقتي عند مكتبه فنون في منطقه العباسيه قدام كليه الهندسه في عبده باشا. هقول تاني المكان، كليه الفنون قدام كليه الهندسه، مكتبه فنون في العباسيه في عبده باشا. وكمان ما نسيتش طلبه فنون جميله ولا طلبه تربيه فنيه. الستاند موجود عند عم عيد في الممر اللي جنب كليه تربيه فنيه. عم عيد مشهور بعم عيد بتاع البراويز، يعني عم عيد بتاع البراويز هتلاقي عنده كل منتجات فنان من الرحاب. هو موزع لينا، موزع معتمد، وعنده كل منتجاتنا سواء الشنطه الستاند او الستاند. وكمان احنا بنبيع اونلاين، يعني تقدر تبعت لنا من صفحه من خلال بيدج فنان من الرحاب، وبنبعت لك لغايه عندك الاوردر بتاعك. الموضوع يا جماعه موضوع سهل جدا، وان شاء الله قريب جدا منتجات فنان من الرحاب هتكون في كل مكتبات المتخصصه للفنانين سواء في القاهره والمحافظات. احنا كمان بنعلن من خلال الفيديو كل اللي هو عايز ياخد توكيل او توزيع لفنان من الرحاب يتواصل معانا، وان شاء الله نتعاون كلنا مع بعض لاسعاد الفنانين. في نهاية لقائي انا بشكركم شكرا جزيلا. تحياتي، اشرف شادي.